السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البسطرمه. كلنا عارفين ان البسطرمه من الحاجات الغاليه قوي. الربع كيلو دلوقتي منها هيعدي 100 جنيه وزياده. فاحنا ممكن نعملها في البيت بكل سهوله، وكمان من غير اي مواد ضاره تضر بصحتنا وصحه ولادنا. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، مهم جدا علشان يوصل لكل الناس. اول حاجه بجيب عرق اللحمه. ده عرق تريبيانكو علشان ما يكونش فيه نسبه دهون كبيره، ودي اهم خطوه. هبدأ أشفي عرق اللحمة، يعني أشيل الجلد والشغط والعروق اللي عليه على قد ما أقدر. والعرق تجيبوه وزنه زي ما انتوا عايزين، كيلو أو كيلو ونص أو 2 كيلو زي ما انتوا حابين. العرق بتاعي 3 كيلو. بعد ما بشفي اللحمة هبدأ أكبسها كويس جدا بالملح. والملح ما تقلقوش مش هيعمل ملوحة جامدة ولا حاجة خالص. الملح هنا بيتخلص من كل المية والسوائل اللي جوه اللحمة. هيسحب لنا كل المية والدم اللي جوه اللحمة ويخليها تنشف. والملح اللي بنستخدمه هو ملح عادي خالص بتاع الأكل، مش الملح الخشن. بعد كده هحط عرق اللحمة على شبكة أو على مصفى وتحتيها صينية، وبحط عليها تقل علشان نكبسها. عايزين اللحمة تنزل كل الدم والمية والسوائل اللي فيها. تقدر تحط عليها أي حاجة تقيلة عندك، علشان عايزين اللحمة تتكبس كويس علشان تنزل كل ميتها. أنا حطيت عليها حتة رخامة تقيلة كده، ومليت إزازتين مية كبار كمان حطيتهم عليها. وهسيبها 24 ساعة برا التلاجة على رخامة المطبخ كده. وبالليل ممكن أغطيها من فوق التقل كله كده بشاشة تنزل عليها كلها. بعد ما يعدي عليها 24 ساعة هنشيل من عليها التقل. شايفين نزلت مية ودم وسوائل قد ايه؟ ده كله نزل من عرق اللحمة. هنشيله طبعا نتخلص منه. وده بيكون شكلها بعد ما عدى عليها أول 24 ساعة. الخطوة اللي بعد كده هنمسح الملح اللي عليها كويس جدا. ممكن نغسلها غسلة سريعة كده تحت المية، ما نسيبهاش في المية كتير، يا دوب بس ننزل الملح اللي عليها. بعد كده هعمل فتحة من فوق كده بس مش في الآخر قوي، بسن سكينة رفيعة أو عصاية شيش طاووق. وبعدين بدخل في الفتحة اللي عملتها أي دبارة أو أي خيط يكون متين. ولازم الخيط اللي نستخدمه يكون متين علشان يستحمل يشيل اللحمة وما يتقطعش واللحمة تقع معاه. وناخد بالنا ان الفتحة بتاعة اللحمة ما تبقاش في الحرف قوي علشان اللحمة بتاعتنا ما تقعش برضو. بعد كده ربطت الخيط بتاعي ربطة كده جنب اللحمة على طول، وربطة في آخر الخيط. وبعلقها كده في المطبخ أو في أي مكان فيه هوا لمدة 24 ساعة كمان، يعني يوم كامل، بس مكان ما فيهوش أي شمس خالص. وبحط تحتها طبق أو صينية علشان هتنزل مية. تعالوا بقى نجهز الخلطة بتاعة البسطرمة أو الكفر اللي هنغطي بيه البسطرمة من بره. أول حاجة هحتاج توم مفروم، ودول حوالي 4 روز توم، علشان العرق بتاعي زي ما قلتلكم 3 كيلو. ومعايا حوالي 3 قرون فلفل أحمر بلدي مفرومين، والفلفل ده حلو مش حار. و6 معالق كبار حلبة حصى مطحونة، يا إما أجيب الحلبة الحصى وعندي مطحنة كويسة أطحنها، أو عند أي عطار أجيب الحلبة الحصى المطحونة المرة، مش حلبة المغاط خالص. و3 معالق كبار كزبرة ناشفة، 3 معالق كبار كمون، 3 معالق كبار فلفل أسود، و3 معالق كبار بابريكا، و3 معالق كبار توم بودرة، و3 معالق صغيرين شطة، و3 معالق صغيرين ملح، و3 معالق صغيرين سكر. وهسيب لكم كل المقادير دي مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. يعني لو هتجيبي عرق كيلو تجربي فيه، هتقسمي المقادير دي على 3، هتاخدي تلت المقادير بس. لو هتجيبي عرق 2 كيلو هتقسميها على 2، هتاخدي نص المقادير. وضفت كمان الخلطة بتاعتي معلقتين خل أبيض، وهقلب الخل معاها كده كويس. وكده الخلطة بتاعت البسطرمة بتاعتي جاهزة. بصوا ده بيكون شكل الخلطة، وده قوامها بتبقى عاملة زي العجينة كده، طرية شوية علشان نقدر نفردها بسهولة على اللحمة وتلزق فيها. لو حسيت ان هي ناشفه معاكي عن كده ممكن تزودي لها معلقه او معلقتين ميه. وده شكل عرق اللحمه بعد ما علقناها 24 ساعه في الهواء، مفيش فيها اي رطوبه، لان الرطوبه هي الوسط المناسب جدا لتكاثر البكتيريا. هبدا افرد الخليط على العرق بتاعي، واتاكد ان الخلطه غطت كل العرق كويس، كل حته في اللحمه اتغطت بالخلطه. بعد ما اتاكدت ان العرق كله اتغطى كويس بالخلطه، هبدا ادهن ايدي بشويه ميه كده وافرد الخليط كويس عليها علشان يبقى ناعم وشكله حلو كده من بره. وبسيبه أول ليلة متعلق في المطبخ من غير ما يتغطى. أول ليلة بس، مش بنغطيه علشان الخلطة بتبقى لسه طرية، علشان الخلطة ما تنزلش من عليه.
بعد كده بنسيبه في المطبخ أو أي مكان فيه هوا بس بعيد عن الشمس، ونغطيه بشاشة كده علشان الحشرات. وهسيبه لمدة 12 يوم علشان العرق ده 3 كيلو. لو هتجيبي عرق كيلو هتسيبيه 8 أيام وبعد كده هتفتحيه. ودي شكلها بعد ما عدى 12 يوم. ايه رأيكم، شكلها بسطرمة ولا مش بسطرمة؟ تعالوا بقى نفتحها كده ونشوفها من جوه. قربوا شوفوا كده قد ايه لونها جميل، وريحتها كانت تحفة وطعمها في منتهى الجمال. واهم حاجة عملنا حاجة مضمونة في البيت مش هتضرنا. وزي ما قلنا البسطرمة بنشتريها غالية جدا، فاحنا ممكن نعملها في البيت، طريقتها سهلة جدا. بس هي الفكرة كلها انها بتاخد وقت شوية، بس طريقتها سهلة. قطعيها بقى شرايح رفيعة كده على قد ما تقدري، او ممكن تاخديها لأي سوبر ماركت جنبك كده يقطعها لك بالمكنة. وعلشان نحتفظ بيها هنرصها كده في علبة تلاجة، وهنحط بين كل طبقة والتانية فواصل كده من أكياس التلاجة، وده لازم علشان ما تلزقش في بعض. وبعدين بحتفظ بيها بتقعد أكتر من 6 شهور في الفريزر، ما بيجرالهاش أي حاجة خالص. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. يا رب تكونوا استفدتم والمعلومة وصلت ليكم بشكل مظبوط. بصوا، للأمانة هي جميلة جدا، بس لما بتتحمر في السمنة ما بيبقاش لونها أحمر زي اللي بنشتريها جاهزة، بيبقى لونها بني كده زي اللحمة العادية. إنما طعمها وريحتها أحلى من الجاهزة كمان. وأهم حاجة الناس اللي فاهمة وبتفهم في الحاجات دي فاهمة إننا محطناش نترات الصوديوم اللي هي بتجيب فشل كلوي مع الوقت. ربنا يحفظكم جميعا يا رب. فالناس اللي بتحب البسطرمة هاتي حتة ولا صغيرة نص كيلو وجربي فيها، وإن شاء الله هتعجبك جدا. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتم منه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايكات كتير وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس. وما تنسوش تعليقاتكم الحلوة اللي بتشجعني وتفرحني. وحابة اشكر الناس الجميلة اللي بتكتب لي تعليقات حلوة تحت الفيديوهات. كلامكم على راسي وبيفرحني، ربنا يفرح قلوبكم يا رب. ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتعملوا متابعة لصفحتي على الفيسبوك باسم مطبخ اونلاين رمين علي. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.